السجن 7 سنوات للمطرب المغربي سعد المجرد، هذا ما طالبت به النيابة العامة الفرنسية في القضية المتهم فيها المجرد بالاعتداء الجنسي على إحدى الشابات في العاصمة الفرنسية باريس. المدعي العام الفرنسي جان كريستوف مولي قال في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات أن المجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب، حيث طالب أيضا بحظر دخوله لفرنسا ل5 سنوات بعد قضاء عقوبته. خلال جلسة المحاكمة روى النجم الغنائي المغربي تفاصيل ما حدث له عند لقائه الشابة لورا بي في أكتوبر تشرين الأول عام 2016. تطابقت رواية المجرد مع رواية لورا، ومفادها أن اللقاء بينهما حدث في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، حيث تناولا الخمور والكوكايين ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق. أمام المحكمة تحدث المجرد عن وقائع تلك الليلة بداية من استقلالهما سيارة أجرة للفندق، وقال: أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت جمالها، تعانقنا، لم يكن عناق أصدقاء، كان أحدنا معجبا بالآخر، لم يكن الأمر جسديا فحسب، بل أحببت، والكلام له، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين. وعما حدث في غرفة الفندق قال المجرد: رقصنا وتحادثنا، ثم قالت لي إنها لم تستطع أن تقبلني أمام الجميع، اعتبرت كلامها إشارة فانحنيت وقبلتها قبلة طويلة. وهنا تختلف الروايتين، فلورا بي قالت أمام المحكمة: رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة، ثم تبادلنا القبلات، وفجأة ضربني على رأسي، أمرني، والكلام لها، بخلع قميصي أو قميصها، فانصعت له مرعوبة، لم أقوى على كبح جماحه، لكمني ثم اغتصبني، والكلام للورا بي طبعا. قمت بعضه أسفل الظهر قبل أن أغادر الغرفة وضاعة حدا لذلك الكابوس. أما سعد فيقول في روايته: كنا نخلع ملابسنا حينما شعرت بخدش مؤلم جدا على ظهري، فعلت شيئا ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا بي بأية طريقة. خلال هذا الأسبوع حضر المجرد جلسات المحاكمة في باريس بصحبة زوجته التي أظهرت دعمها له، كما حضرت مقيمة الدعوة لورا بي مع والدتها ومحاميها. ورفض المجرد خلال المحاكمة التحدث عن تهم سابقة بالاغتصاب وجهت إليه. كان قد برز اسم المجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أن الملاحقات أسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تعلن قيمتها. كذلك وجهت له تهمة اغتصاب في عام 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية أكدت فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب، وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى. وسجن المجرد لعام 2018 لفترة وجيزة بعدما وجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سانت تروبي الفرنسية. على وسائل التواصل مشاهدينا انقسم المستخدمون تجاه هذه القضية. مثلا نصراوي يقول، يبدأ تغريدته بالقول هاشتاج كلنا سعد، لأن سعد المجرد فنان وحلو، دافعوا عنه رغم أنه متهم باغتصاب فتاتين. ماذا لو كان المجرم شخص عادي؟ وش ردة فعلهم؟ غادة ماذا تكتب؟ نطالب بالعدل لسعد المجرد، عوقب لمدة سنوات وحد من حريته رغم ما يراه البعض وبدون وجه حق أو إثبات لإدانته، يتحمل ضغوطات لا يعلمها إلا من عاش وضعية مماثلة، تقول مدافعة عنه غادة. أما زين، في عقليات صعب جدا أفهمها، منها عقلية الأنثى اللي تدافع عن ذكر انتهك أنثى أخرى بس لأنها تحب أغانيه.